السلام عليكم. هذا واد سبو. واد سبو معروف في المغرب. يعني واد سبو اللي كيكب في الغرب، وبالضبط كيكب في قنيطره ولا المهديه. غادي نوريكم دابا الاخوان المنبع ديال واد سبو. منبع واد سبو ولا عين سبو اكبر عين في المغرب. المساحه ديالها تقريبا 400 متر مربع، اما العمق ديالها تقريبا 36 متر من العمق الى السطح. العديد من السياح المغاربة والأجانب بالنظر لمؤهلاته الطبيعية الخلابة، غير أن هذه الإمكانات تحتاج إلى بنية تحتية مناسبة لاستقبال زوار المنطقة. عبد الصمد، طعام وريبورتاج. من باطن الأرض بمنطقة بنيازغا تنبع ثاني أكبر عين بشمال إفريقيا بصبيب يعادل 1370 لتر في الثانية. تبرز العين ومحيطها كمنطقة ذات إمكان طبيعي وكملاذ لساكنة المدن المجاورة. الصيف والصيف عاد كنجيو حنايا من مدينة مكناس. تيقولوا لنا بلي منطقه زوينه وهاد البلاصه زوينه اكثر، داكشي جينا نشوفوها. كنجيو من المنزل، كنجيو لنا باش نتبردوا، راك تما ما عندنا تما لا عيون لا والو. هذه هي العين اللي كنجيو كاملين. سلا بيسين ما عندناش، خصنا بيسين. بهذا المكان تلتقي الشعاب الرابطة بمناطق بولمان وكيغو ورباط الخير، وتنضاف إليها العين لتشكل مهد وادي سابو. الساكنة المحلية تعول على استكمال الأشغال بسد مداز ليحمي جنبات العين من الفيضانات الموسمية التي لا تسمح بإنشاء مشاريع سياحية. فيش مرافق مثلا مناطق سياحية ولكن ما مجهزاش، من هنا حتى البويبلان العين باردة وصخرة حامية دايرة بها، كيبقى الإنسان كيطيب وكيتطفى بحال الجمرة في الماء، كيخرج ماشي صحية. خاص ظل، خاص تجهيزات، ضروري خاص تجهيزات. فاش كيجي دابا مازال السد ما صيبوش، كيحمل على ما يصيبو ما غاديش يبقى الماء يفيض. كتوقع العين سبو واحد الظاهره غريبه اللي كيسميوها تقريبا كنقولوا غيره ولا غابره. غادي نشرح لكم الاخوان كيفاش كتغبر ولا كتغيب. ملي كيكون الواد اللي قريب ليها اللي لاصق مع عين سبو، يعني كيكون حمله ولا كيكون فيضان في ذاك الواد، كيدخل الماء ديال الواد العين سبو مما يسبب ضغطا على العين ويجعلها تختفي. هنا كنقولوا غيره ولا غابره. غنعطيكم واحد الفيديو الاخوان باش تشوفوا العين وهي في حاله غيره ولا غابره.
الرضا. الرضا. ايوه. يلا زيد 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 زيد. اضرب اضرب. برافو برافو عليك برافو. يلا هذيك. يلا بلال سير يا بلال. بلال. كي جاك العومه سلام الواد بارد الماء مزيان. هو هذاك. هاي الستريم. الرضا. يلا بصح اود الحومه. كي جاتك العومه في الواد؟ مزيانة. زوينه. الواد بارد ولا سخون؟ سخون. سخون يعني العومه زوينه افيكاس بالصحه والراحه. يلا باي باي. هذا هو السبع ديال بني رزغه ديال مدينه المنزل. الله يحفظك اخي. تحياتي اخي مهدي بالصحه والراحه. الله يحفظك. فهمتي ولا باقي؟ مازال عاد ماشي. مازال الماء بارد واقيلا. لا عنه. يلا سير بالصحه والراحه. صافي غادي. برافو. من قدام الضفه ديال واد السبوع. الا بغيتي القهوه خويا موجوده. ها البريصه ها واد السبوع. ها كلشي كاين. الخيرات كاينه. بيموات الماء المناضه كلينيكس الا بغيتي تسخن نتك كلشي موجود. ها القهوه الاخوان. ها القهوه من امام واد السبوع. ودابا نوريكم الاخوان من بعد واد السبوع. خا حمودي ها هو الغزال ديالنا. تحياتي ليك خويا العزيز. روح الله يخطيك. العشيه تبارك الله عليك. الله يسهل عليك. الله يحفظك. الرجال اللي كيخدموا على راسهم انت داير المشاريع ديالو خدام على راسه. القهوه من امام الواد. القهوه ما شاء الله غزاله. هذه هي الثلاجه ديالنا. ثلاجه ها الموينده ها البطيخه كتبرد نعم سيدي. ها ستاشكا. يلا بديت فيها وغاديه حتى هي. الحمد لله. شحال زوينه تمشي حفيان. الطبيعه سبحان الله العظيم. كيرتاح الذات وكيرتاحوا الرجلين سبحان الله.
علاش الدنيا عجبها عذابي وقصدها غير بابي. بين سؤالي وجوابي أفكاري تتحدى صوابي. من صغري وانا ديما حاربي، كتير فيا وانا ضاحك، وشحال من مرة بكيتي لي قلبي، حتى ملي كتحكي لي على بالي كذابة، اضحك اليوم وغدا على مكابة. ويا الفرح انا راك مغبون، يا الحكيمة راك مجنون، ويا الحر راك مسجون، ويا الحي راك مدفون. الدنيا حقارة ايام سنين دوارة، تيقة صنارة غدارة، لا مال لا بنون والصحة غير غرارة. واقف انا على جبل